ليه مش هتكمل؟ كفايه. مش انور سيف قال انتهت صلاحيته؟ والله انا الولد دوت علاقتي بيه طيبه وهو بيحبني وانا بحبه، يبقى اكيد بيديني نصيحه كويسه. ادي احد النصايح. النصيحه الثانيه، انا قعدت 23 سنه رئيس للاتحاد دوت بفضل الجمعيه العموميه المحترمه اللي ما فيش صوت بيطلع بره عادل فهيم، فضل الله. انا لا بديهم فلوس ولا بديهم هدايا لا سمح الله، مش طبيعتي ومش اخلاقي ومش ديني. كل الجمعيات العموميه اللي حضرتها فضل الله، يا بالتزكيه يا باخد كل الاصوات، فضل الله. فالجمعيه العموميه وضعت ثقتها في عادل فهيم. لكن الدنيا كده يا حبيبي يا اسلام، الدنيا بتقول ان اللي بيطول زياده عن اللزوم بيبقى فيه علامات استفهام، وانا مش عايز علامات استفهام ضدي. الدنيا بتقول ادوا الفرصه للشباب، وانا عايز ادي الفرصه للشباب. وبعدين انا خدمت 23 اديت فيهم من دمي ومن مالي ومن صحتي للاتحاد المصري، وهم عملوا لي السمعه والصيت والفخر. فانا متوازن دلوقتي ومقدر، لكن انا لسه كمان مسؤول عن الاتحاد العربي والافريقي اللي انا رئيسهم، ومسؤول عن مناصب الدوليه اللي اخرهم سفير. فانا دلوقتي ما في حد بيكلم، موبايلي ده عامل زي السنترال، يعني فعلا ما بيبطلش اتصالات، وانا عمري في حياتي ما حد اتصل بيا اعرفه او ما اعرفوش الا لو رديت عليه. وبعدين انا عندي اسرتي اللي انا بعيد عنها خالص، وعندي حفيد كده عقبالكم كده هو الصغنطط كده عنده 2 و4 شهور، كل حاجه في حياتي. فانا قلت كفايه عليا اتحاد مصري يكمل المسيره ناس، وانا هفضل في الاتحاد المصري بصفتي هفضل عضو، ويجي شاب صغير زي الفل من ابنائي انا هختاره، وباذن الله باؤكد لك ان الناس اللي انا هختارهم الجمعيه العموميه ان شاء الله هتوافق عليهم، وهجيب ناس احسن من عادل فهيم وهتشوفوا، والمسيره هتستمر. انا لو واحد قال لي متشكر هقول بس خلاص كفايه متشكر ومع السلامه.